السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني في فيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد، وهنتكلم كمان عن النادي الأهلي، وهنقول في آخر الفيديو تشكيله متوقع لمباراة الأهلي أمام فلامينجو غدا. نبدأ كده بنادي الزمالك الأول، لأن الزمالك النهارده خسر من شباب بلوزداد في أول مباراة ليه في دوري أبطال أفريقيا في دور المجموعات. قبل بس كده ما نقول أي حاجة عن المباراة، اقسم بالله كنت متوقع ان الزمالك صعب يكسب المباراة دي، وكنت متوقع بنسبة 90% ان الزمالك هيتعادل و10% الزمالك هيخسر. قبل بس كده ما اتكلم في اي حاجة خالص في المباراة، فيريرا ما كانش لازم اللي هو يرجع يدرب الزمالك. ما كانش فيريرا اصلا يكون موجود في الزمالك الولاية التالتة، او الله اعلم هو كان مشى وجا ازاي. فيريرا خلاص بيأكدها لك اللي هو مش عاوز يدرب تاني خالص. فيريرا ما عادش ينفع اللي هو يدرب، ده من وجهة نظري. مش بس الزمالك، اي فريق تاني. مش بقى عشان جاب لك دوري وكاس فخلاص ده يبقى افضل مدرب في العالم. لما موسيماني جاب للاهلي 2 افريقيا و2 سوبر افريقيا و2 برونزيه عالم، وصل للنهائي التالت على التوالي دوري ابطال افريقيا، ومحدش كان قال عليه مدرب. ده انت كنت بتقول عليه اللي هو افشل مدرب وماشي معاه بالحظ. ما علينا من موسيماني، انا هتكلم على الزمالك النهارده مسك كوره، مسك كوره، وصل كان قريب جدا اللي هو يسجل اهداف. بس سؤال بقى، فين اللي كان بيمسك نص الملعب بتاع الزمالك وكان بيحركه ناحيه الهجوم وكان بيخلي للزمالك طعم وخطوره؟ انت حاليا مشيت امام عاشور اللي كان بيحرك لك نص الملعب وبيخلي للزمالك طعم وخطوره. انت حاليا مشيته، الزمالك ما عادش له اي خطوره، وده كان باين من مباراه فاركو. مش من مباراة شباب بلوزداد، لا من مباراة فاركو. الزمالك كان بيوصل في مباراة شباب بلوزداد، لكن امام عاشور كان ليه اهمية كبيرة جدا، والزمالك لحد دلوقتي مش عارف يعوضه باي حد. ما علينا من امام عاشور اللي هو بالنسبة لي كان افضل لعيب في نص ملعب نادي الزمالك. ما علينا، مش هنتكلم على امام عاشور، ربنا طبعا يوفقه في مشوار الاحتراف. هنتكلم بقى على الزمالك في المباراة دي. الزمالك النهارده ما علينا احنا من الشوط الاولاني، ما علينا هنعديها يا سيدي. ايه اللقطه دي بقى بتاعت سيد نيمار دي؟ في حد يا راجل يبقى نازل في المباراه متعادل في ملعبه وسط جمهوره ونازل بيشرب كوبايه شاي؟ مش هتكلم على اللقطه دي. في مدرب في الدنيا يغير الطريقه اكتر من مره وما يعرفش اللي هو يسجل؟ عادي بتحصل. طب في فريق يبقى خسران في ملعب وسط جمهوره 1-0 في الدقيقه 52، او بلاش 52 قول 55، مش عارف تجيب التعادل حتى، وبعد كل مباراه بتطلع تقول احنا ابطال الدوري وابطال الكاس. بس حلو ان انت تبقى ابطال الدوري وابطال الكاس وانت في المركز السادس في الدوري حاليا. طب انا هتكلم بقى كده شويه على اللاعبين. محمد عواد مش هنقدر نلومه على ضربة الجزاء اللي جت فيه، لكن هو صد برضه الكورة كانت قريبة جدا من اللي هي تبقى الهدف التاني لشباب بلوزداد وتقتل اللقاء. عمر جابر اللي شايفه النهارده اتحرك كتير جدا في الملعب وعمل جهد كبير جدا، لكن ما كانش موفق مع الفريق. طب الثلاثي الدفاع بقى اللي هو محمد طارق وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني، في توهان غير طبيعي النهارده للدفاع ده. الدفاع بصراحة ما كانش في أحسن حالاته النهارده. والتاني مرة بقول إن الزمالك في كارثة دفاعية. الزمالك لازم كان يتعاقد مع مدافع قوي جدا في يناير. طبعا محمود شبانة مدافع كويس، لكن مش هيقدر يعمل حاجة مع نادي الزمالك لوحده، وكان محتاج مدافع زي محمود حمدي الونش. تعالى بقى كده لعمرو السيسي. عمرو السيسي من وجهة نظري ما كانش ينفع اللي هو يلعب مع نادي الزمالك، مع احترامي يعني ليه. ما ينفعش اللي هو يكون لعيبه لنادي الزمالك خالص. كان لازم الزمالك يتعاقد مع لعيب نص ملعب كويس، حتى لو كان ماهوش مصري، حتى لو كان افريقي. طب دونجا لعيب كويس ونص ملعب كويس، بس ما كانش ليه لازمه ان انت ترفع ايدك واللعيب بتاع شباب بلوزداد بيشوط الكوره. كنت خلي ايديك لتحت. طبعا هو السبب في ضربة الجزاء، وهو طبعا السبب في خسارة الزمالك النهارده، لكن ان شاء الله نتمنى له التوفيق في القادم. احمد ابو الفتوح النهارده لعب مباراة كويسة جدا. طبعا ما نقدرش ان احنا نلومه لانه هو طبعا راجع بقاله كتير قوي بيلعب. الزمالك كان مديله فترة راحة اكتر من شهر، فراجع بأداء كويس، عمل مباراة كويسة جدا النهارده. طب احمد السيد زيزو من بعد مباراة الهلال السعودي وهو معاش احمد السيد زيزو اللي احنا عارفينه. حتى ضربات الجزاء اللي هو بيخش يشوطها تقريبا نصها او تلات ارباعها بتوع السنه دي ضيعهم، ومن ضمنهم ركله الجزاء طبعا بتاعه بيراميدز في نص نهائي كاس مصر اللي تصدى لها احمد الشناوي. فمفروض زيزو يبدا يراجع حساباته. زيزو معاش فايق زي الاول، معاش زي الاول خالص. فتوفيق لزيزو.
سيف الجزيري ايضا من وجهة نظر بقى اللي الزمالك يبدأ يشوف مهاجم تاني. خلاص سيف الدين الجزيري ما عادش هيقدر يلعب مع نادي الزمالك، فنصيحة لازم الزمالك يبدأ يشوف بقى من مهاجم تاني خالص، ومهاجم يكون مهاجم قوي. طب سيد عبد الله نيمار، سيد عبد الله نيمار النهارده لعب بشكل كويس برضه، لكن اللقطة دي تقريبا هي اللي بوظت الماتش بتاعه، هو اللي بوظ أداؤه في الماتش ده. لكن أداؤه النهارده كان من وجهة نظر اللي هو أداء كويس. وقبل كده ما نروح نقول التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي بكرة، بقول هارد لك لنادي الزمالك، وهارد لك لجمهور نادي الزمالك، وربنا يكون في عون مرن وجمهور نادي الزمالك. تعالى بقى كده للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده ختم المران التدريبي بتاعه واستعدادا لمباراه فلامينجو. طبعا ده المران الاخير ليه في المغرب، وفي نهايه المران اللعيبه اتدربت تدريبات على ضربات الجزاء. طبعا احنا عارفين في حال تعادل الاهلي مع فلامينجو بكره هيكون في ضربات جزاء. الاهلي بكره هيلبس الطقم الاساسي اللي هو التيشيرت الاحمر والشورت الابيض، بينما فلامينجو هيلبس التيشيرت الابيض والشورت الاسود. قبل كده ما نروح نقول التشكيل الاساسي، كولر بكره احتمال كبير يلعب ببيرسي تاو اساسي، واحتمال كبير برضه اللي هو يلعب بمروان عطيه اساسي. بكره هنشوف تغييرات كتير جدا في التشكيل. طبعا بكره الاهلي هيلعب على الفوز، والاهلي هيلعب على البرونزيه. طبعا هتبقى مباراه صعبه، لكن فلامينجو عنده غيابات، وعنده 4 لاعبين او 3 لاعبين مصابين في قلب الدفاع، وعنده لعيب مطرود من المباراة الماضية. زائد كمان انت هتلاعب مدرسة برازيلية قوية، فلازم على كولر الحذر من مباراة بكرة. تعالوا بقى كده نقول التشكيل المتوقع لمباراة بكرة. هيكون طبعا في حراسة المرمى محمد الشناوي، رباعي خط الظهر محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، وعلي معلول. في نص الملعب هيكون مروان عطيه واليو ديانج. قدامهم هيكون حمدي فتحي. طبعا عمرو السوليه عنده اصابه. في حال لو كولر عاوز يلعب 4-2-3-1 هيبقى هي دي الخطه اللي هتلعب بيها بكره، او ممكن نشوف قفشه مكان مروان عطيه. في خط الهجوم هيبقى حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو هيكونوا راس الحربه. ده على كلام كولر وكلام المصادر المؤكده اللي طالعه من النادي الاهلي، اللي تاو هيبقى هو المهاجم الاساسي بكره. ممكن نشوف تغييرات كتير جدا بكره في الخطه، وممكن نشوف كمان تغييرات كتير جدا في الدفاع. مباراه مش سهله ومباراه صعبه جدا، واحنا عايزين طبعا الاهلي يكسب بكره ويرجع لنا ان شاء الله بالبرونزيه. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في مباراه بكره. طبعا المباراه هتبقى الساعه 5:30 بتوقيت القاهره. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في المباراه، وان شاء الله يكسب فلامينجو. وبس كده، وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامه.